تعالَ أقول لك إزاي ممكن يكون الشغل الكبير في بعض الأحيان هو نقمة أكتر منه نعمة. في 2024 اللهم لك الحمد 2023 و2024 الagency بتاعتي وعامةً دورنا في الشركة، إحنا دخّلنا كَم شغل كتير لدرجة لا توصف، إحنا ما كانش في غيرنا في الmarket حرفيًا في الفترة ديّة. كان عندنا كَم accounts كَم numbers كتير، كتير جدًا في الagency. بس اكتشفت إنه إيه، إن الagency من كتر الدوشة وقفت مع نفسي ثواني وسألت نفسي، هو أصلًا الretention بتاع العميل بعد ما بيخلّص الشغل بتاعه بيجدد الشغل بتاعه، فلقيت إن الرقم بتاع الretention عنده والcertification بتاع العملا، الرقم ده كارثي. فبناءً عليه بدأت في 2025 أوقّف كل حاجة وأنا مش عايز أستقبل accounts جديدة، مش عايز أعمل أي حاجة، أنا عايز أشتغل صح. الصح ديًّا تتبني في يوم، تتبني في سنة، تتبني بعد ما كل الbudget اللي في جيبي تخلص، ما عنديش مشكلة، بس اشتغل صح إزاي، واضمن agency تفضل مستمرة وجودها في الmarket إزاي، ده المهم. فما تتوهمش من حجم الشغل، وما تتوهمش من زحمة ودوشة الشغل. ركّز في التفاصيل، لإن التفاصيل هي اللي بتدّيك الindicators للمستقبل.